تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. يتجدد اللقاء بكم مستمعي راديو السلام حول العالم مع برنامج المرأة والحياة. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. ليش المرأة في الحياة الزوجية دائما هي اللي تهتم بعلاقتها بزوجها في إطار الزواج طبعا، يعني فتحاول مثلا أنه دائما تتعلم كيف أحافظ على زوجي، كيف أحافظ على بيتي، كيف مثلا أجدد في الحياة، كيف أتعلم المهارة الفلانية، كيف أتعامل مع المشاكل، كيف أتعامل مع المحيط. ليش المرأة دائما تشغل نفسها بهذا الموضوع في حين أنه الرجل ما يشغل نفسه بهذا الموضوع أساسا، يعني ولا يتكلم فيه؟ ممكن يكون يشغله لكن ما يتكلم فيه في الواقع يعني. وقليل يعني نسمع مثلا الرجل يدخل دورات مثلا لبناء أسرة سعيدة، ولا لحل المشكلات الزوجية، ولا يدخل في أسئلة مثلا اجتماعية وعائلية. ليش الرجل ما بيشغل نفسه بهذا الموضوع؟ هل لأن المرأة دائما بتفكر مثلا بعاطفتها والرجل خلاص مطمئن تماما أنه هو عقلاني، فبالتالي الأمور محسومة بالنسبة له، خلاص الزواج زواج وأنا رب الأسرة وأنا المسؤول وانتهى الموضوع. فأي شيء راح يحدث في هذا الجو العائلي أو في داخل البيت معناها بالنسبة له معروف تماما الحل اللي لازم يتخذه. بهذا التساؤل رح نبدأ حلقة اليوم اللي هي كيفية المحافظة على العلاقة بين الزوجين. نحن ليش نطرح هذا النوع من التساؤلات؟ لأنه هذا واقع، يعني احنا بنعيشه ونشوفه ونعرفه أنه النساء في الغالب هم اللي يهتموا. طبعا احنا لما نقول النساء ما نبغى نظلم الرجال، لكن هذا اهتمام المرأة. المرأة لما تتزوج ويكون عندها بيت وزوج وعائلة، تركيزها 100% على هذا الرجل، كيف تسعده، كيف تبهره، كيف تفاجئه، كيف دائما تعيشه حالة الدهشة في حياته معها. وإذا صارت مشكلة برضو هي اللي تضخم الموضوع، والرجل دائما يعني عنده حالة تعجب أو عنده قرارات مسبقة لكيفية الحل وكيفية التعامل مع الأمور. يا ترى من فين تيجي هذه المشكلة أساسا؟ يعني هل بالفعل مسؤولية المحافظة على الزواج أو العلاقة بين الزوجين هي مسؤولية تقع على عاتق المرأة فقط، ولا على عاتق الرجل فقط، ولا على الاثنين؟ نحن كنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن هذا الجانب في بداية حلقات برنامج المرأة والحياة، وذكرنا أنه في علاقات ثلاثة دائما هي المهمة في حياة المرأة وحياة أي شخص، وهي اللي تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر في علاقته بالآخرين. فعندنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، وعندنا علاقة الإنسان بنفسه، وعندنا علاقة الإنسان أو المرأة والرجل مع الآخرين. وقلنا إيش الضابط للموضوع هذا كله، كيف الأساس اللي تبنى عليه هذه الثلاث علاقات. وكنا كمان تكلمنا عن الخيارات الثلاثة اللي هي أمام أي إنسان، ليست المرأة فقط وليس الرجل فقط وليس في موضوع الزواج فقط، إنما في الحياة كلها. نحن نتكلم بصفتنا مسلمين، يعني هويتنا الإسلامية هي اللي تأثر علينا في تعاملاتنا وعلاقتنا وتصرفاتنا وسلوكنا في الحياة. فبالتالي عندنا ثلاثة خيارات لاتخاذ القرار أو لبناء هوية معينة. إما أن نحن نتخذ اللي هو القاعدة تبع أعمالنا وتصرفاتنا من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الإسلام، فبالتالي نحكم على حياتنا ونسير حياتنا من خلال فكرة الإسلام. طبعا نحن هنركز، طالما احنا قاعدين نتكلم عن الزواج معناها نحن هنتكلم عن الإسلام أو علاقة الزوجين من منطلق الإسلام، حقوق وواجبات، ما له وما عليه. عندنا الخيار الثاني اللي هو أنه المرأة أو الرجل أو أي شخص في أي جانب من الحياة
يختار أنه يتعامل بغير فكر الإسلام مرة واحدة، يعني ليس له علاقة بالإسلام، يعني يتعامل بالأفكار الغربية. أفكار الغربية طبعا الخليط من كل شيء، معناها أفكار بعيدة تماما عن قال الله وقال الرسول أو عن حكم الإسلام. فالناتج تبعه طبعا لازم يكون تماما عارفه أنه هو ناتج يعني غير صحيح، لأنه هو مسلم وأخذ الأحكام حقته من غير الإسلام، فدائما حيكون في تعارض ومخالفات كثيرة. الخيار الثالث في العلاقات أو في التصرفات أو في السلوك، أن الإنسان يأخذ بعض الأحكام من الإسلام وبعض الأحكام من غير الإسلام، فعندنا هنا يصير في ازدواجية وعندنا خليط هجين جدا. فالناتج لن يكون كما أراد الله في علاقة الرجل والمرأة، ولن يكون كما هو في الغرب، إنما خليط، يعني شيء ليس له هوية، ما تقدر تعرف إيش هو. في علاقة الرجل والمرأة نحن ذكرنا أنه في حقوق وواجبات. قد يكون بعض النساء مثلا لما تكلمنا احنا في موضوع حقوق الرجل، احنا على فكرة احنا ما تكلمنا في حقوق الرجل ولا حقوق المرأة في كل الجوانب، إننا تكلمنا في الأبرز، لكن في تفصيلات أكثر يمكن لكلا الزوجين أنه يرجعوا لها في كتب الفقه ويتوسعوا ويتعلموا من خلالها. احنا ذكرنا فقط الأبرز اللي احنا دائما نشوفه. طيب، ففي حلقة حق الرجل على المرأة مثلا، المرأة يعني شعرت، طبعا احنا جالسين نتكلم ليش بهذا الشكل، لأنه احنا وصل لنا يعني مشاركات تفاعلات للي حضروا الحلقة، كانوا مستغربين تماما أنه طيب أنا فين حقي يعني، وكأنه الإسلام وقف في موضوع الزواج في جانب الرجل أكثر شيء، وأنصفه هو أكثر شيء، وجعل كل شيء في يد المرأة ليس في يدها شيء. وحقيقة الشيء الذي كان في يد الرجل هو تكليف وليس تشريف، يعني تكليف إضافي، عبء يعني يتحمل الرجل، يتحمله في الدنيا ويتحمل المحاسبة عليه في الآخرة. فبالتالي احنا بالعكس ما وقفنا بجانب الرجل ولا وقفنا بجانب المرأة، إنما عرفنا الرجل إيش له وإيش عليه، والمرأة إيش لها وإيش عليها. فالأساس اللي احنا ننطلق فيه إذن في العلاقة بين الزوجين هو اتباع أمر الله، يعني ردوه إلى الله وإلى الرسول، لازم نرد الأمر أساسا لله. فلما المرأة تقوم بما عليها في الأساس، انطلق في فعلها في أداء حقوق الرجل والواجبات اللي عليها تجاه الرجل، تنطلق فيها أنه هذا أمر الله، عجبها ولا ما عجبها، معناها بعد كده هي تنتقل عشان تفهم الموضوع، لكن ما تعترض. لا، كيف وما كيف، هذا الكلام يعني لا يناسب أو لا غير لائق بالمرأة المسلمة اللي هي تتبع أمر الله سبحانه وتعالى. إذا نرجع لكلامنا، احنا قلنا العلاقات وقلنا خيارات الإنسان في العلاقات، وتكلمنا برضو عن الحب والاحترام بين الزوجين وإيش هو اللي مقدم. قلنا احنا المقدم هو أداء الحقوق والواجبات، واحترام الرجل والمرأة لبعضهما البعض هو الذي سوف ينشئ أو يوجد علاقة الحب الدائمة، الحب الحقيقي، وليس الحب القائم على المشاعر فقط، اللي بعدين لما يتصادم الرجل والمرأة في حقوقهم وواجباتهم، أنا أبغى وأنا أحب وأنا أكره، بهذا الشكل لما يتصادموا يتلاشى تماما هذا الحب ويظهر اللي هو الكره والنفور. إنما مع أداء الحقوق والواجبات يظهر الحب العميق جدا، اللي بعد كده يكتمل هذا العمق ويتجذر، يعني يصير له جذور عميقة جدا في هذا الزواج من خلال تعاملاتهم مع بعضهم البعض. طيب، هذا الشيء من الأشياء اللي احنا نبغى نذكرها ونأكد عليها في موضوع العلاقة بين الزوجين. طيب، نرجع لحلقتنا اليوم اللي هي كيفية المحافظة على العلاقة بين الزوجين. ليش المرأة تشغل نفسها بهذا الموضوع وليش الرجل ما بيشغل نفسه بهذا الموضوع؟ نحن قلنا المرأة أساسا هي تتحرك بالعاطفة، عاطفيا يعني، فتدخل في علاقة حب لهذا الزوج وعلاقة حب لهذا الزواج وعلاقة حب لهذا البيت والبيتها والأسرتها، فدائما تشغل نفسها وتدور في هذا الفلك في إنه كيف أحافظ على زوجي، كيف أحافظ على زواجي، كيف أسعد زوجي، كيف أربي أولادي، فتدور مع هذا الشيء. هذا اهتمامها وهذا هو الهدف الأساسي تبعها في حياتها. غير كذا كل شيء يعتبر ثانوي.
وهذا ملاحظ أنه المرأة بالفعل لما تتزوج هي تماما تتخلى عن أهلها، عن صديقاتها، حتى ما تركز معهم كثير، هي مركزة تماما مع زوجها وأولادها وبيتها. أما الرجل تركيزه في الحياة موزع على أشياء كثيرة، والزواج بالنسبة له شيء مهم، فهو أساسا يدخل الموضوع هذا بتحدياته وقدرته على أنه يتعامل مع الموضوع بما وهب الله سبحانه وتعالى من فهم لهذا الموضوع كيف يتعامل معه. وكونه هو في مكان السلطة هذا يعطيه كمان راحة أكثر في أنه يفهم الموضوع ببساطة، يعني بدون عقد، فيتعامل مع المرأة ومع المشاكل خلاص إما أن يحسمها يعني بدون ما يسمع من واقع سلطته، وإما أنه إذا كان عنده خير وعنده علم وعنده فهم وعنده تقوى لله فهو يسمع ويأخذ ويعطي ويحل الأمور مع زوجته ويبدأ يتفاهم. من هذا الشيء ينطلق دائما الفهم العميق. هل بالفعل الرجال هم قادرين ان هم يقدروا يحافظوا على العلاقة بين الزوجين؟ احنا نقول ان الرجل والمرأة يقدروا على انهم يحافظوا على هذه العلاقة من خلال ايش؟ من خلال اول شيء انهم يعرفوا ما لهم وما عليهم، حقوقهم وواجباتهم، من خلال جعل الاسلام اساسا هو اللي ينطلقوا منه في فهم حياتهم، فيشغلوا نفسهم شوية. يعني قليل جدا نسمع أنه مثلا الرجل أو المرأة أن هم أشغلوا نفسهم بصفتهم مسلمين أنهم يفهموا فكرة الإسلام في الزواج، ويشغلوا نفسهم موضوع الحقوق والواجبات وكيف تطبق وكيف يتم التعامل معها وفهم جوانب الحياة. ما بيكرسوا وقتهم لهذا الأمر لأنه يعتبروه مسلمات، وبيتعاملوا مع الموضوع أنه أنا أسوي زي ما شفت أمي أو أسوي زي ما شفت أبوي يتعامل في البيت وبهذا الشكل، أو ياخذ المعلومة كده يعني كأنه من المسلمات، يعني ما بدون تعمق سواء الرجل أو المرأة. وتلاقيهم دائما يخوضوا في الموضوع هذا في الجوانب النفسية أو جوانب الأبحاث الغربية اللي صارت، لماذا الرجل يعني صعب فهمه، ولماذا المرأة صعب أنه الواحد يتفاهم معها، لماذا المرأة عاطفية، لماذا نفسية المرأة بهذا الشكل، أو يجلسوا يدوروا مع فكرة الزوج المثالي والزوجة المثالية والزواج المثالي، يعني يحلقوا زي ما نقول برا الموضوع تماما. ولأنهم هم أساسا يحلقوا بعيدا عن هذا الموضوع فهم يضيعوا الهدف اللي من أساسه قام هذا الزواج. احنا ذكرنا أن الزواج في الإسلام ميثاق عظيم، وهو مو بس التقاء رجل وامرأة، إنما بناء أسرة كاملة. فلما الرجل والمرأة يشغلوا نفسهم بعيدا عن هذا الميثاق العظيم وعن النظام الموجود داخل الميثاق العظيم، هم جالسين يخرجوا عن الإطار العام ويدخلوا في متاهات ما لها أول من آخر. لذلك تلاقيهم يتصادموا، والتصادم جاي من فين؟ المرأة تفهم المعلومة اللي تسمعها من غير فكر الإسلام بطريقة، والرجل يفهم المعلومة اللي من غير فكر الإسلام بطريقة مختلفة ويجوا يطبقوها على واقعهم إن هم شخصين مسلمين، فيتصادموا. بعدين تقف المرأة والرجل عاجزين، نحن ما احنا قادرين نكمل حياتنا، نحن دائما في مشاكل، نحن دائما ما احنا فاهمين كيف نتعامل مع بعض. حتى اللي يدخلوا يصلحوا كمان يصلحوا هم بعيدا عن فكرة الإسلام في عملية الإصلاح والتوفيق بين الزوجين. فهنا أهم شيء أو أهم شرط في المحافظة عشان نقدر نحافظ على العلاقة بين الزوجين واستقرار هذا الزواج، أن الرجل والمرأة يفهموا طبيعة هذه العلاقة ويتعمقوا فيها ويشغلوا نفسهم فيها. ولما نقول يتعمقوا فيها، المسألة هي رحلة طويلة، فكل يوم معناها في درس جديد، في معلومة جديدة في ذا الجانب، معناها في علم جديد في ذا الموضوع. طبعا لما نقول علم جديد مش اكتشاف، إنما علم في الإسلام في هذا الجانب نتعمق فيه من خلال فهم طبيعة الحياة بين الرجل والمرأة كما كانت في بيت النبوة. من هنا ممكن ننطلق، أو في بيت الصحابة وبيت السلف الصالح وبيت خيار الناس والخيرات من النساء، ومن نعرف نحن من الصالحين من الرجال والنساء في حياتهم نقدر نحن نتعلم منهم. وفي الغالب هذولا حيقولوا لك إيش، أو حيقولوا لك إيش، إنه نحن أساسا علاقتنا قائمة على أساس العلاقة مع الله، نحن نتعامل مع الله في هذه العلاقة، ما نتعامل مع أشخاص. يعني أنا ما أتعامل مع زوجي كزوج ولا كشخص، إنما أنا أتعامل مع الله من خلال تطبيق ما أمرني الله في هذا الزواج تجاه زوجي. والرجل نفس الشيء راح يقول،
عشان كده نلاقي هذه البيوت في الغالب هي ما شاء الله تبارك الله يعني تعمر ومليئة بالسكينة والهدوء والسكون، يعني حتى نلاحظ نحن أثر هذا الشيء في علاقة الرجل والمرأة، أنه هم أكثر وفاء لبعضهم البعض، وأكثر محبة لبعضهم البعض، وأكثر احتراما لبعضهم البعض، وتقدير لهذه السنوات الطويلة. هذا مهم جدا أن نحن نعرفه ونفهمه. طبعا نحن نلاحظ هذا الشيء، ما راح نضرب الواقع الحالي اللي احنا عايشين فيه، رجال ونساء عايشين مثلا سنوات طويلة جدا في زواج طويل جدا نحكم عليه انه هو سعيد، انما هو متعايشين مع بعض. لكن نحن هدفنا اساسا ان احنا ننشئ او انه نكون حياتنا من الان وصاعدا نبنيها بناء صحيح قائم على فكرة الإسلام في الزواج العميق جدا والزواج السعيد جدا والزواج اللي كله مودة ورحمة. طالعين فاصل وراجعين نكمل في كيفية المحافظة على العلاقة بين الزوجين، لا تروح بعيد. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مرة تانية مع موضوع مهم جدا. طيب، من أهم الأشياء اللي تحافظ على العلاقة بين الزوجين الاحترام المتبادل لعائلة الرجل وعائلة المرأة، الاحترام العائلي، احترام المرأة لعائلة زوجها بغض النظر عن رأيها فيهم. يعني ما تعجبها حماتها، ما تحب حماتها، عندها مشكلة مع حماتها، مع أخت زوجها، مع أبو زوجها، مع اللي يكون، وبغض النظر عن رأي الرجل برضو في أم زوجته وأبوها وأخوها وأخوانها. الاحترام اللي يعطوه الرجل والمرأة لكلا العائلتين يحفظ استمرارهما، يحفظ دوامهما. ليش؟ هل يظن الرجل لما ما يحترم عائلة المرأة ويقلل من شأنهم وقدرهم أن المرأة راح تحبه ولا تحترمه ولا تقدره؟ على الإطلاق. ونفس الشيء المرأة لو هي قللت من قدر عائلة زوجها
أو ما احترمتهم أو ما احترمت أمه أو ما أعانته على برهم وصلتهم وتقديرهم، هل تظن أن هي راح يكون لها مكانة عند زوجها؟ على الإطلاق لا يمكن هذا الكلام، لأن الإنسان بطبيعته مجبول على احترام من يحترم عائلته. في النهاية ما حد بينسلخ ولا حد بينقطع عن عائلته. ممكن نقول في مشاكل، ممكن ما يتفقوا، ممكن ما ينسجموا، ممكن أي شيء، لكن هذا مو معناه أنه المرأة ما تحترم أهل زوجها ولا أن الرجل ما يحترم أهل زوجته. أساسا من البر والإحسان للزوجين لبعضهما البعض أنه هم يحترموا عائلاتهم اللي جايين منها، لأن هم هذه العائلات بالاحترام هذا اللي نعطيه إياهم. نحن أول شيء بنحقق فكرة الإسلام في احترام العائلات وترابطها وصلة الأرحام. عدم الاحترام يقطع الرحم. المرأة كل يوم والتاني مثلا ما هي منسجمة مع حماتها مع أخت زوجها، إيش اللي راح يصير؟ هي راح تنعزل عنهم، وأولادها راح ينعزل عنهم، ويصير في حزازيات ويصير في مشاكل، والرجل يكون يعني في النص، يعني معلق بين زوجته وأهلها، يعني أهله مخير، يعني يصير في النص. فإذا جاء شوية ناحية زوجته أنت ما تحترمني أصلا، أنت مع زوجتك، وإذا شوية أنت ما تحترمني. طب نفس الشيء كمان المرأة. فهنا لازم نعرف أنه الضغط النفسي اللي يجي من خلال العائلات هذا ضغط شديد جدا ما يقدر الرجل يتحمله ولا المرأة، ولا حد يحب أساسا يمر عليه ولا حد يتعرض له. بالعكس، أنه احترام العائلات هذا مما يعني يثبت محبة الزوجين لبعضهما، وهو مما يحفظ هذه البيوت ويحافظ على العلاقة بين الزوجين ويحافظ على السعادة والهدوء والاستقرار. في النهاية بعض الزواجات والله هي تستمر من خلال العائلات الكبيرة، يعني تكون المرأة مثلا ما هي كويسة أو الرجل يكون ما هو كويس، لكن العائلات اللي جاي منها فيها خير، فتلاقيهم هم اللي يصلحوا ويكملوا النقص اللي يصير هنا ويصبروا ويأدبوا ويعلموا. فهنا ما ننسى أبدا أنه العائلات الكبيرة مهمة جدا في حياتنا، وما في داعي للتفكير هذا اللي جاينا من الغرب أنه كل واحد يعيش منفرد بعيدا عن العائلات اللي هو يأتي منها، أو أن المرأة مثلا طول الوقت تجذب زوجها تبغاه في صفها في اتجاه عائلتها، ما تبغاه يروح هناك، أو الرجل نفس الشيء. ما في داعي لكل هالتصرفات، لأنه هذه أساسا مما يوغر الصدر ومما لا يحبه الله أساسا. يعني أساس العلاقة الزوجية هي تقوم على الاحترام والمودة والرحمة، وهذا مما يشمل كمان المودة والرحمة، أنه احترم عائلة زوجي والزوج يحترم عائلة زوجته ويقدرهم احتراما وإكراما لهذه المرأة، ونفس الشيء المرأة احتراما وتقديرا لهذا الرجل. يعني مهما أساءوا فلتنظر إلى زوجها، هذا هو التقدير هو للزوج، لأنه هي تبتغي رضا الله سبحانه وتعالى من خلال طاعتها وإحسانها لهذا الزوج. ونفس الكلام نقوله كمان للرجل، لما يحسن لأهل زوجته هو يبتغي رضا الله من خلال إدخال السرور والطمأنينة والراحة إلى قلب زوجته. في النهاية هذا الزوج هو سكن وسكينة لهذه المرأة. من الأشياء اللي تحافظ كمان على العلاقة بين الزوجين أنه هو المشاكل اللي تصير في الزواج. طبيعي جدا أي زواج فيه مشاكل. أنا ما أحب لفظ صراحة، يعني بشكل شخصي ما أحب المشاكل هي ملح الحياة الزوجية، لأنه بعض الأحيان الملح هذا يرفع الضغط، فبالتالي ما في داعي منه. إنما نحن نقول المشاكل لما تحدث في الزواج هذا أمر طبيعي جدا. لكن إيش الغير طبيعي؟ لما يكون الرجل والمرأة كل واحد يمسك المشكلة هذه يتكلم فيها يا مع أهله يا مع أصحابه يا مع أصدقائه، ويصير في إعلان ونشر لهذه المشكلة. هنا صار في استخفاف بزواجهم وبحياتهم واستخفاف بأنفسهم أساسا، لأنه مو معقول هم اثنين تزوجوا ما عندهم قدرة أنهم يجلسوا مع بعض ويفكروا في حل المشكلة أو يتكلموا فيها. إذا هم ما عندهم القدرة لهذا النوع من المشاكل، طبعا الله سبحانه وتعالى جعل يعني في الموضوع ذا حل، أنه يدخلوا مثلا حكم. لما نقول إحنا حكم مو لازم يوصل للطلاق عشان يدخل حكم، إنما بعض الأحيان قد يحدث سوء فهم بين الرجل والمرأة، ما يعرفوا يتفاهموا ولا يعرفوا يلتقوا في نقطة واحدة، ولا عندهم ذكاء لحل المشكلة ولا التعامل معها. يقدروا يدخلوا أحد عاقل أو يتكلموا مع أحد عاقل سواء كان رجل أو امرأة، ويشرحوا الموضوع حتى يريهم الجوانب اللي هم ما شافوها كحلول لهذه المشكلة. طبعا أنا لما أقول مشكلة مو مشاكل كبيرة، حتى المشاكل الصغيرة مع الأسف الشديد صار في تراجع في ذهن النساء،
وفي ذهن الرجال في حل المشاكل البسيطة جدا التافهة جدا. فهم أغلب الحلول إما يتكلموا عنها يفضفضوا يعني، والمشكلة في الفضفضة أنه ماذا بعد الفضفضة؟ يصير في إعلان، يصير في تضخيم، المشكلة تكون تافهة، لكن بسبب هذا الفضفضة والكلام تصير زي كرة الثلج، تنتقل من امرأة لامرأة أو من رجل لرجل، وتطلع القصة مختلفة تماما عن النسخة الأصلية في المشكلة. فهنا تراجع هذا جاي من فين؟ من الكسل، لأنه ما يشغلوا نفسهم أساسا أنه في مشكلة وحدد حجم المشكلة. هل هي مشكلة مثلا عاطفية؟ هل هي مشكلة في البيت؟ هل هي مشكلة في الأولاد؟ ما في التحليل ذا كله وأحل المشكلة أول بأول، إنما يجلس الموضوع فضفضة أو تراكمات، كل واحد يسكت وبعدين ينفجروا في وجه بعض وما عاد يقدروا يحلوا المشكلة ويدخلوا الناس ويدخلوا، فما عاد صار في خصوصية. فهذا مما يعكر صفو العلاقة بين الزوجين. لذلك أهم شيء في العلاقة بين الزوجين حتى يحافظوا عليها إنه هم كشخصين بالغين عاقلين عندما تحدث مشكلة أنهم يجلسوا ويتكلموا عن المشكلة. إذا كان سوء فهم، إذا كان اختلاف وجهات نظر، ما يأخذوا الموضوع على محمل شخصي، ويركزوا كلاهما على الحل، مو على أنه أنا أتمسك برأيي. هنا هي المشكلة كمان، التمسك برأيي هذه أكبر المشاكل، لكن لازم كلاهما يفكر أنا أبغى الحل. قد يكون بعض الحلول أنه في شوية تنازلات، شوية لما نقول نحن تنازل اللي ينفع المشكلة نفسها كحل وليس اللي يضرها. فصبر المرأة مثلا على ما يحدث مثلا في تجاوزات ولا في مشاكل كبيرة في البيت تحت مسمى معلش أصبر إيش أسوي عشان أولادي وعشان الناس وعشان هذا اللي يخلي عندنا إحنا مشاكل غير قابلة للحل. غير قابلة للحل لأنه في خلل في فهم موضوع الصبر. الصبر يصير أساسا على الحل نفسه مش على المشكلة. إنما لما أجلس أنا أحل مشكلة مع زوجي أصبر على تطبيق هذا الحل، هنا هو الصبر الصحيح اللي يتمارسه المرأة أو الرجل نفسه، أنهم يتمارسوا الحل ويصبروا على تطبيقه، لأنه قد يكون هذا الحل يخالف هواهم، فهنا يصبروا ويحتملوا ويحتسبوا عند الله. لذلك يصير في حل المشكلة بالطريقة التي ترضي الله وتحافظ على علاقتهم. وبالعكس كل مشكلة تحدث بين الزوجين ويوصلوا فيها لحلول ترضي الله أول شيء، مو ترضي هوائهم ولا نفسيتهم ولا مثلا يعني مزاجهم، إنما ترضي الله وتحافظ على استقرار هذا البيت، يزداد هذا البيت تماسك وقوة. والمشاكل هذه هي تزيد على المحبة بين الزوجين والاحترام والتقدير بينهم. كثير من المشاكل تيجي من هذا الجانب. ليش؟ لأنه كل واحد يبغى ينتصر لرأيه، كل واحد ما يبغى يسمع الحل، كل واحد متمسك بأي شيء أو بفكرة خيالية، فدائما يتصادموا. وأعقل واحد فيهم اللي يسكت ويسمع كل اللي قاعد يصير ويتجاوزوا ويقول خلاص نخلي الحياة تمشي، هذا أعقل واحد فيهم. لكن المشكلة أنه العاقل هذا في النهاية راح ينفجر، ومع الأسف الشديد انفجار هذا العاقل سواء كان رجل أو امرأة في النهاية يوصلوا للطلاق. لما يقولوا طلاق يقولوا احنا عندنا مشاكل ما قدرنا نحلها، هي كلها مشاكل صغيرة أساسا، لو أول بأول اتحلت ما راح يكون في مشكلة. من أحد الأشياء أيضا اللي تحافظ على العلاقة بين الزوجين اللي هو شيء مهم جدا، إنه الزوجين مع تقادم الزواج ينسوا تماما أنه كل واحد له مكانة عاطفية في قلب الآخر. يعني مطمن الرجل لحب المرأة له، والمرأة مطمنة لمكانتها عند الرجل، فبالتالي تلاقيهم عندهم حالة بخل في الكلام العاطفي أو الثناء أو المدح أو خلينا نقول الغزل، الرجل بالمرأة أو الرجل للمرأة أو المرأة للرجل أو الزوجة لزوجها. يتراجع هذا الشيء. ليش؟ لأنه خلاص المرأة والرجل في مرحلة التعارف كانوا دائما يقولوا لبعضهم كلام حلو، كان دائما يظهروا الجوانب الإيجابية، لكن لما يدخلوا في موضوع الزواج ويتزوجوا مع يعني تقادم الزواج يمضي على زواجهم 5 6 سنين 10 سنين، ينسوا تماما أن هم يقولوا لبعضهم كلمات حلوة، كلمات لطيفة تلامس مشاعرهم، كأنه هم ما عندهم مشاعر. ليش؟ خلاص يعني احنا كبرنا على ذا الشيء وخلاص احنا اصلا نعرف بعض وخلاص انا اعرف كل شيء. ما ادري يعني هل لازم المرأة والرجل يعيشوا حالة الدهشة طول الوقت عشان يطلع الكلام الحلو؟ طبعا هذا خطأ كبير جدا.
بالعكس المرأة والرجل لازم يثني كل واحد فيهم على بعضهم البعض. لما نقول نثني يعني الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يقول للسيدة عائشة؟ كان يناديها يقول لها يا حميراء. كم من الرجال الآن ينادي زوجته باسم دلع أو اسم هي تحب أنه يناديها فيه. ممكن بعد 5 6 سنوات أو بعد 10 من السنوات يناديها يا أم فلان، يعني أقل تقدير، أو يا أي شيء، يعني يا أنت يا أي شيء، المهم ما يكون اسمها وما يكون اسم دلع. طيب ليش؟ والله استحي دحين في ذا العمر أناديها كذا، يقول الرجل مثلا، وما يعرف أنه لو ظل يناديها زي كذا أنه هو مساحته في قلبها هي تمتلئ، ما يزاحموا عليها أحد، بالعكس هي تكون في غاية السعادة لما يناديها بهذا الشكل، ولا يدلعها، ولا دائما يعني يظهر لها عاطفته. ونفس الشيء المرأة لما يمضي على زواجها تقول يا أبو فلان، ومرة يعني إذا يعني لسه ما في أبو فلان تناديه باسمه، ما في مثلا قبلها أي لفظ عاطفي أو اسم دلع أو اسم رقيق تنادي فيه زوجها، يكون شيء خاص فيها، كأنه أنه خلاص يعني كبرنا أو عيب، وإيش يقول الأولاد وإيش يسمعوا الناس. هذا التراجع اللي يصير في الناحية العاطفية عند الرجل والمرأة في يعني في أنهم يعطوا بعض الجوانب العاطفية يعني اهتمام وتقدير، و يعني يظهروا هذه العاطفة، يؤدي أنه حياتهم تصير حياة رتيبة، يعني أبيض أسود ما في ألوان. لكن خلينا نجرب لو الرجل والمرأة جلسوا ينادوا بعض مثلا أسماء خاصة فيهم، ودائما يظهروا عاطفتهم، ودائما المرأة تظهر محبتها لزوجها، ودائما يعني تتغزل فيه. لما نقول دائما مو على 24 ساعة، لكن بدون بخل. ونفس الشيء الرجل، يعني الرجل دائما ينتظر المرأة تسوي زي كده، لكن خلينا نقول كمان المرأة مخلوق عاطفي أكثر. لسه الرجل لو قال لها كلمة ترد عليه ب10 كلمات حلوة، يعني نفس النسق هي تتبعه طبعا في الكلام السيء، مثلا لو قال لها كلمة سيئة ترد أكثر، فنفس الشيء هي في الكلام الحسن هي بترد أضعاف هذا الشيء. فلو أن الرجل فعل ذلك والمرأة فعلت ذلك، قد إيش الأجر أو الشيء العظيم جدا عند الله. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فما بالنا لو كان هذا المسلم هو زوج أو زوجة. كلمة هذه، طيب ربما الكلمة هذه هي اللي تدخل الرجل الجنة، وربما هذه الكلمة هي التي تدخل المرأة الجنة. ليش؟ لأنه وقعت في وقت الرجل يحتاج يسمع في هذه الكلمة، عالجت عنده مشكلة عميقة جدا. ربما الكلمة الحلوة هذه اللي قالها الزوج لزوجته لامست جرح عند المرأة وخلته يلتئم، عالجته، هو ما يدري عن هذا الكلام كيف يأثر. هذا الكلام يغسل القلوب من الأحقاد، يغسل القلوب من الغل، يغسل القلوب من المشاكل، يغسل القلوب من الضغط. فتلاقي الرجل والمرأة يلتصقوا ببعضهم البعض من خلال الكلام العاطفي الذي يقال. وأعظم البخل هو البخل الذي يأتي من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها في إعطاء هذه العاطفة. يعني يعطوا العاطفة هذه للناس، للغرباء، للأبناء، وأولى الناس هو الزوج أو الزوجة ما يعطوها لبعضهم البعض. فأي ظلم هذا الذي هو فيه. فهذا من أعظم الأشياء اللي تحفظ العلاقة بين الزوجين، أنه يكون دائما إشاعة جو المحبة وإظهار المحبة لبعضهما البعض. طبعا احنا ما نبغى نقول انه مثلا بعض الاحيان المرأة ممكن ما تحب الرجل، ممكن نفاق، ممكن او الرجل يقول كذا. احنا ما نتعامل مع بعضنا البعض، احنا نتعامل مع الله. فشوفوا انت ايها الرجل، شوفي انت ايتها المرأة، ايش الكلام الحلو اللي تبغى تقوليه وتلاقيه مسجل عندك في ميزان حسناتك يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يطلعك عليه سواء في الدنيا او في الآخرة ويجازيكم عليه. طالعين فاصل وراجعين لكم، لا تروحوا بعيد، نكمل موضوعنا في كيفية المحافظة على العلاقة بين الزوجين. صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة.
راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم مرة ثانية نكمل معاكم كيفية المحافظة على العلاقة بين الزوجين. خلونا نذكر شيء مهم جدا في هذا الجانب اللي هو ولا تنسوا الفضل بينكم. نحن نفكر أنه في بعض الجوانب التنمية الذاتية مثلا لما يقولوا ركز على الجوانب الإيجابية في الشخص أنه هم أول من أتى بهذه الجمل، لكن في الحقيقة القرآن الكريم هو أول من لفت النظر لهذا الموضوع. لما الله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، معناها إيش؟ معناها يعني الرجل والمرأة قد يكره أحدهما يعني خلق أو صفة أو أي شيء في الآخر. في طبيعة الناس الآن مثلا أنه هم يركزوا على هذا الجانب، الجانب اللي هو الناقص، الجانب اللي ما أحبه، الجانب اللي مضايقني، الجانب اللي مزعجني ومسبب لي قلق وطول الوقت أفكر في الحل له. إعطاء أهمية لهذا الجانب في الزواج أو في علاقة الرجل بالمرأة هو اللي كبر مساحة المشاكل والخلافات بين الرجل والمرأة، في حين أن التغافل هو الحل. ليش التغافل هو الحل؟ وفين الفضل بين يعني ولا تنسوا الفضل بينكم؟ معناها أنه لما يكون الرجل عنده جوانب ضعف أو جوانب سيئة في شخصه أو في تصرفاته، وفي المقابل جوانب إيجابية، المرأة المفروض أن هي تركز على الجوانب الإيجابية، على الخير اللي فيه في هذا الجانب، ما لها دخل بهذا الجانب. طب ممكن تيجي المرأة تقول ليش طيب كيف كذا وكيف؟ لأنه ما في إنسان كامل. يعني هي المرأة نفسها ما هي كاملة ولا الرجل هو كامل، أو الرجل نفس الشيء. طبعا المثال هنا احنا جالسين نضربه رجل وامرأة، لكن هو المقصود في كلا الطرفين، يعني عشان ما تفكرونا نحن متحيزين مع أحد. إنما نفس الشيء الرجل بعض الأحيان يركز على الجوانب السيئة عند المرأة، هي تسوي هي تفعل وهي تتكلم كثير، هي ترد علي وهي طيب ماشي هذا كله هي تسويه، وفي المقابل والله هي تعتني بأولادي وهي تربيهم وهي بالها طويل، بس بعض الأحيان تعصب. صح هي امرأة كريمة، هي تحسن لأهلي، ما في هذا الجانب، ينسوا تماما الرجال ولا النساء. الله سبحانه وتعالى أمر أنه كلا الرجل والمرأة أنه ينظروا للجوانب الكاملة أو الإيجابية في شخصياتهم ونركز عليها. وفي علم النفس أو في الاتجاهات الحديثة في علم النفس أنه ما تركز عليه هو ما تحصل عليه. تركز المرأة والرجل على الجوانب الإيجابية، هو اللي راح يكبر مساحته في ذهن الرجل والمرأة، وحيقدر يشوفوا الخير فيه وحيقدروا يتعاملوا معه. لكن لما يكون تركيزهم دائما على النقص أو على الجوانب السلبية أو على أي شيء يحدث أو على أي أخطاء، ويقعدوا البعض بالمرصاد، هو هذه المساحة اللي راح تكبر. ليش؟ لأنه هم مركزين مرة مع الأشياء السيئة. ومع الأسف يعني خليني أذكر للحقيقة يعني للإنصاف للرجال، هم النساء يعني تركيزهم شوية عالي، شوية زيادة عن اللزوم يعني مع الرجال، فتلاقيها دائما مركزة على الأشياء اللي ما توافق هواها. ومعناها أن ما توافق هواها معناها هي تصنفها أنه هي سلبية، في حين هي قد تكون سلبية بالنسبة لها، لكن بالنسبة للآخرين هي
إيجابية تماما. فهنا دعوة للنساء، حاولوا تركزوا في الجوانب الجيدة عند الرجل أو عند زوجك. لما نقول الجوانب الجيدة، اشغلي نفسك شوية بالرجل هذا، إيش عنده؟ ممكن يكون أخلاقه حسنة، ممكن يكون صبره يعني ما شاء الله صبور، ربما يكون كريم يعني يده كريمة، ممكن يكون عصبي لكن يكون قلبه أبيض. طيب، فدائما عصبي 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 مثلا ما نقدر نغيره، خلاص هذا طبع فيه، لازم هو اللي يقرر انه يتغير، لكن ما تقدري انت تغيريه. ونفس الشيء الرجل ما يقدر يغير المرأة إذا ما قررت. لذلك الأفضل لهم أنه كلاهما يركزوا على هذه الجوانب الإيجابية والجوانب الجيدة أو نقاط القوة في شخصية كل واحد منهما، لأنه في النهاية هم ما راح يكونوا مفصلين على بعض، وما حد يجي أساسا مفصل على بعض، ولا أنه مثلا أقدر أحط شخص مثلا في قالب معين وخلاص يعني أطلعه من هذا القالب بهذا الشكل. لا يمكن يكون هذا الإنسان. إنسان يتأثر بتربيته، يتأثر من البيئة اللي جاي منها، يتأثر بأفكاره، يتأثر بتعليمه، يتأثر بأشياء كثيرة جدا. فأنا أخذ من هذا الرجل ومن هذه المرأة الجوانب القوة والجوانب الحلوة فيه وأركز عليها، ودائما أخليها هي اللي أدور معاها في بيتي في حياتي، وأغض الطرف عن أي شيء. ولما نقول نغض الطرف مو معناها تجاهل، لا، إنما ما في داعي نوقف على كل شيء، يعني على كل غلطة، على كل كلمة، على كل حركة، على كل التفاتة. هذا الشيء مما يوغر الصدر، مما يعني يعكر صفو الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة. فهنا نقول التغافل وذكر الفضل كل واحد للثاني، وذكر حسنات كل من الرجل للمرأة والمرأة للرجل، هذا مما يحفظ علاقتهم مع بعضهم البعض. من الأشياء المهمة كمان أن احنا نفهم احتياجات كل طرف، يعني الاحتياجات النفسية. الرجل والمرأة كل واحد عنده حاجات نفسية تختلف عن بعضهم البعض، لأنهم يعني نفسيا مختلفين تماما، يعني فمو كل شيء يقبله الرجل هي المرأة تقدر تستسيغه وتقبله، لكن المرأة عشان عندها مرونة تمشي يعني، وتمشي الزواج وتمشي الموضوع كله يعني. لكن لو سألناه حقيقة تقول لا، ما أحب زي كذا أو ما يناسبني. فهنا مراعاة كل واحد للحاجات النفسية اللي هو يحتاجها في هذه المرحلة مثلا في حياته مهم جدا. يعني نقول النساء مثلا في مراحل معينة في أشهر، يعني في الأيام الشهرية مثلا، أو في حالات الحزن ولا الاكتئاب ولا مثلا موت عزيز، تكون المرأة يعني عاطفية جدا، تحتاج للدعم العاطفي وليس الدعم العقلي. هي تدرك تماما كل اللي يصير. فمعرفة الرجل بحاجة المرأة الآن نفسيا إيش محتاجة، هذا هو اللي يحافظ على علاقة الرجل بالمرأة. ليش؟ إحنا المفروض نقدم في زواجنا ما نحتاجه وليس ما نريده فقط. لما الرجل يقدم ما يريده للمرأة هنا يتصادموا، لكن هي محتاجة الآن شيء معين، خاصة أقدم لها. نفس الشيء الرجل لما يمر بضغوطات نفسية ولا بحزن ولا بزعل ولا بغضب، هو إيش يحتاج الآن؟ يحتاج أحد يطمئنه، أحد يهديه، أحد ينتبه لحالته النفسية وحاجته النفسية. فالمرأة لازم تقدم له هذا الشيء، ما تقدم له عقلها مثلا. احنا طب ايش دخلنا، واحنا ايش يعني ايش لنا، احنا مفادي المشاكل، نحن ما لنا ذنب فيها. هذا بالعقل ما ينفع هذا الكلام في علاقة الرجل والمرأة، لأنه حاجته النفسية الآن هو محتاج أن يشعر بالأمان، يشعر بالهدوء، يشعر أنه في أحد قاعد يمتص هذا الغضب، أو يغير مزاجه، أو يعمل على إدخال السرور إليه وإعادة توازن لحياته. فمراعاة الحاجات النفسية كل طرف للآخر، وخاصة كمان نحن نقول اللي مضى على زواجهم وقت طويل جدا، هذا مهم جدا. طبعا قد يكون شوية صعب للناس اللي مضوا على زواجهم 20 30 40 سنة، لكن ما في صعب إلا مع يعني إلا لما نقول نحن صعب، هي الإرادة فقط. يعني مراعاة النفسية ببساطة، ممكن أسأل نفسي أنا لو كنت مكانه أنا إيش أحتاج منه، إيش لازم يقدم لي؟ الإجابة على هذا السؤال راح تكون هي المفتاح. الشخص الآخر إيش تقدم له؟ ما تجلس يعني الرجل حيران أنا إيش أسوي لها، ولا المرأة حيرانة أنا إيش أسوي له. لا، حط نفسك مكان الشخص الثاني واسأل نفسك هذا السؤال، هذا الآن في هذا الوضع إيش أقدم له، سواء كان رجل ولا امرأة. أنا هو لازم أقدم له كذا، أنا محتاج هذا الشيء، خلاص هو هذا معناه اللي تقدم له. فالمسألة ما هي معقدة جدا في فهم حاجة الطرف الآخر في هذه الجوانب. نرجع نقول إنه فهم الرجل والمرأة لموضوع الزواج في الإسلام إيش هو، والحقوق والواجبات اللي عليهم، هو هذا المدخل اللي يكون أساسي جدا للمحافظة على علاقتهم الزوجية.
باقي الأشياء هي مهارات الرجل والمرأة لازم يتعلموها، وما هي مهارات حديثة، إنما هي مهارات مطلوبة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكل رجل صالح وامرأة صالحة مارسوها في حياتهم، مارسوا الصبر، مارسوا التحمل، مارسوا التغافل، مارسوا اللي هو إهداء بعضهم البعض هدايا معنوية ولا هدايا نفسية، ومارسوا اللي هو الكلام الطيب فيما بينهم في داخل حياتهم الزوجية. يعني المقصود أنه يعني إعطاء أهمية وأولوية لهذا الموضوع وهذا المشروع اللي هو يبتدئ في الدنيا وينتهي في الآخرة. هذا أعظم استثمار يستثمر في الرجل والمرأة علمهم، فهم هذا الجانب وهذه الجوانب في الحياة الزوجية، كيف تصير وكيف ننشئ العائلة السعيدة والعائلة المطمئنة. ودائما حركز قصدي بالعائلة السعيدة اللي هم المطمئنين، مو العائلة اللي ما فيها مشاكل طبيعية جدا في الحياة، إنما تضخيم الإنسان لها هو اللي يجعل الموضوع معقد جدا في فهمه. فلما نشغل نفسنا نحن نساء ورجالا كيف نكون أزواج صالحين أو أزواج مسلمين مؤمنين ونساء مسلمات مؤمنات كما كانوا عليه نساء السلف الصالح، راح نلاقي على طول الإجابات على كل الأسئلة اللي تيجي في حياتنا، وراح نعرف ونتعلم الحلول لكل العقبات والمشاكل اللي تمر علينا في حياتنا. نحن ما احنا أول الناس في هذه الأشياء ولا احنا آخر أشياء، لكن الله سبحانه وتعالى لما نشرع نظام الزواج في الإسلام جعل له ضوابط معينة، جعل له نظام معين. وفي النهاية أبغى أذكر شيء مهم، إن الخلافات لما تصير في الزواج مو معناها أنه لازم ينتهي هذا الزواج. في النهاية إذا لمبة في البيت انحرقت احنا نغير اللمبة، بس ما نعرض البيت كله للبيع. نفس الفكرة هذه في الزواج، خلاص خرب شيء نحاول نصلحه، ما اشتغل شيء نحاول نتعرف عليه. بهذه الكيفية تقام البيوت وتكون عندنا البيوت السعيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يجعل بيوتنا آمنة مطمئنة كما يحب ويرضى، وأن ينزل عليها السكينة والرحمة والمودة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألتقيكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في نفس الموعد ونفس التوقيت مع برنامج المرأة والحياة. كنت أنا معكم خديجة برهان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إذا ردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح، أين أنت أيها البر النصوح. أين أنت أيها الجيل الطموح، أين أنت أيها البر النصوح.